الحقيقة إن هتلر اتربى في بيئة قاسية وعنيفة وفي بيئة أسرية غير سوية. كان والده قاسي وعنيف. هتلر طالع متربي على ضرب أمه وإهانتها وعياطها، وكان بيشوف بكائها المستمر. وكان لو اتدخل عشان يدافع عن أمه كان والده بيضربه ويطردهم على السلم ويفرج الجيران عليهم. وده ربى جواه بركان من الغضب، غل كده ناحية أبوه. وفي نفس الوقت كان شايف أمه الحنينة اللي متعاطف معاها واللي مرتبط بيها وتعلق بيها تعلق شديد، خلاه يحتفظ بصورتها ويلاقوا صورتها في محفظته بعد وفاته. فتيجي السيدة كارا والدة هتلر يجي لها سرطان الثدي طبعا من عشرتها مع والده دي، وتموت نتيجة جرعة حقنة زيادة، علاج زيادة عن عمر 47. يعني هتلر فقد الجانب الحنين والمشرق في حياته والسوي اللي مستحمل بسببه عيشته مع والده بسبب حقنة أو خطأ طبي، ولسوء الحظ يكون على إيد طبيبها المعالج اللي كان يهودي.